يا ترى حسن سافر فين؟ وسافر ليه؟ وسافر مع نهال ولا لوحده؟ والفيديو تحدي الأكل المحشي والفراخ عند حوارات ومحمود وسحر وحسن ونهال، ويومياتهم وزياد، والقناة التانية اللي بدأوا يشتغلوا عليها، وعيد ميلاد هنا اخت نهال. بصوا الفيديو بتاعنا النهارده مليء بالكلام الكتير. اول حاجه طبعا اسلم على احلى عيله واحلى اخوات واحلى متابعين عندي في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه يا احلى متابعين واحلى اخوات في الدنيا؟ وبشكر كل حبايب قلبي اللي دخلوا ونوروني بالاشتراك في القناه بتاعتي. ربنا يفرحكم زي ما بتفرحوني كده باحلى اشتراك واحلى لايك واحلى كومنت من احلى ناس حلوه. اول حاجه كده هنخشوا على الفيديو الجميل اللي نزل عند حوارات. عارفين اللي هي الفيلم اللي هو بيقول يا نعيم؟ اهو انا عايزه اقول يا حوارات. اخيرا نزلت تحديات زي بتاعت زمان. ايوه كده بقى، رجعونا بقى كده للايام الجميله ديت اللي احنا كنا داخلين اليوتيوب وانتوا اتشهرتوا بيها. بجد يعني التحديات ديت بتحس ان انت وانت قاعد بتتفرج كده مبسوط. مفيش بقى غم وهم ونكد واللي احنا كنا ايه عايشينه قبل كده. لا والله الفيديوهات بتاعتهم دي بتبقى كلها بهجة وفرحة وسرور. عايزة اقول لكم بجد لمتهم حلوة قوي، ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يبارك فيها ويحفظهم ويحميهم يا رب. بجد احلى تحديات التحديات بتاعت اللمة العيلة دي كلهم مع بعضيهم. بتحسوا بالروح المرحة، كل واحد فيهم بيتكلم كلمة وبيهزر مع التاني، فبتلاقي فيه جو أسري كده ولمة جميلة قوي قوي. طبعا التحدي دوت كان عند الحاج ام محمود ونزل عند قناه حوارات، والحاجه كانت لماهم عندها وعامله لهم اكله محشي كده من ايديها، وعامله لهم فراخ بقى محمره زي ما انتم شايفين. وكان مفيش اجمل من كده لمه محمود وسحر والاولاد واولاد ام زياد ونهال وحسن. دوت بيثبت لكم ان هم بيردوا على الناس برد بالفعل، رد عملي مش كلام. ان هم متجمعين مع اولاد ام زياد، واولاد ام زياد بتعمل معاهم فيديو، ونيره كويسه مع حسن، بتكلم حسن وحسن بيكلمها. يعني مفيش اي مشكله من اللي هم كانوا بيقولوا عليها في السوشيال ميديا. يعني مفيش اي حاجه بينهم. طبعا انا كنت عامله لكم فيديو قبل كده، اللي ما شافوش يخش يشوف الفيديو اللي قبل دوت. فبجد ربنا يديم عليهم لمتهم. وحلوة قوي بقى اما كانت نهال مش معاهم في التحدي، بس كنت بتخش تاخد ايه حته من هنا وحته من هنا، فحسن بيقول لها لا انت كده هو خميمه، ما ينفعش عشان خاطر اللي هتاخدي منه كده هيبقى خسران. راحت قالت له لا انا هاخد جناح من هنا وجناح من هنا. والله بجد انا ضحكت في الحته دي، عشان يعني ايه هو الجناح يعني اللي كان بصوا هيخليهم يكسبوا او هيخليهم يخسروا. فاخدت جناح من هنا وجناح من هنا اهو. بس بجد التحدي كان حلو حلو قوي قوي قوي. طبعا حسن ما كملش معاهم التحدي ونزل، هقول لكم بعد كده هو نزل بقى راح فين. وكان بيقول لنا ايه برضو في الفيديو دوت. نكمل بس فيديو حوارات دوت واللمه بتاعتهم ومين اللي كسب ومين اللي خسر. وكان التحدي بجد حلو قوي قوي. طبعا كان محمود في فريق وسحر كانت في فريق. ف مين اللي خسر بقى؟ طبعا اكيد فريق سحر والبنانيت، لان كانت البنانيت صغيره، وانتوا عارفين بقى معده انجي ومعده نيره، يعني كانت سفروته كتكوته صغيره كده. هو طبعا اللي كسب مين؟ ما شاء الله زياد اللهم بارك ويوسف، دول كفيلين لوحديهم اللي هم يكسبوا الفريق محمود، يعني ما اقولكوش. بس كان العقاب حلو قوي 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 بجد، اللي هم محمود غملهم عينيهم وخلاهم جاب لهم ميك اب من عند نيره، واللي هم يبداوا بقى يعني يمكيجوا بعض كده بقى، كل واحده ايه تلعب البخت في وش التانية زي ما بيقولوا. يعني بجد كانت في قمه الجمال، وزي ما انتم شايفين محمود كده بيرقص. رجعونا بجد للمه حوارات الجميله ولمه العيله، ايام ما كانوا كلهم بيتلموا في الفيلا. فاكرين اللمه الجميله الحلوه دي اللي كانوا بيقعدوها مع بعضهم في الفيلا ويعملوا تحديات. بس الحاجة هي اللي ظهرت في الفيديو دوت. الحاج ما ظهرش خالص. مش عارفين الحاج تعبان ولا ايه. ان شاء الله يكون بخير وسلامة وما يكونش فيه اي حاجة.
وطبعا نيره كانت زعلانه، قلت له لا الا الليب جلوس دوت ده غالي. كانت زعلانه طبعا على الميك اب بتاعها عشان خاطر ما يتبهدلش. بس انجي مسكت ايناس، ما اقولكوش عملت فيها ايه، يعني بهدلت وشها بصراحه. كانت بتصو على راي الذات، كانت شغاله بذمه، كانت شغاله بذمه وبضمير. مسكت وشها بهدلته لها. بس كان الفيديو بصراحه حلو قوي 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 قوي. واحلى حاجه من محمود اللي هو طبعا بيساعد امه وابوه في حته اللي هو ينزل الفيديو دوت عندهم على القناه بتاعتهم. طبعا ده حلو قوي قوي، مساعده من عيالهم ان هم يعملوا فيديو وينزلوه على قناه حوارات. طبعا انتوا عارفين قناه حوارات دلوقتي بقت الدخل او المصدر الدخل بتاعها او الارباح بتاعتها بتروح للحاجه والحاج. فحلوة قوي قوي، هو ده اللي احنا كنا بنقوله من زمان. طبعا الحاج كبرت والحاج كبر، فما بقوش برضو قادرين اللي هم يصوروا فيديوهات زي زمان. فلازم مساعدة من اولادهم، من حسن ومحمود، من محمد، من حمدي، اللي هم فعلا يعملوا كده فيديوهات ويبعتوها لهم ينزلوها فعلا كده على القناة. او لو حد جالهم زي ما انتم شايفين كده لمة محمود والاولاد يعمل كده هو التحدي وينزلوه على قناة حوارات. عايزه اقول لكم ما شاء الله ما شاء الله، محمود راجع بقوه كده الايام ديت ومتحمس عنده طاقة إيجابية كده حلوة في الفيديوهات، على منتشر كده على القناة بتاعته وعلى قناة الحوارات وعلى التيك توك وعلى الانستجرام. ما كناش شايفين بصراحة النشاط دوت كده من زمان عند محمود. فيا ريت فعلا تستمر بالحماس والنشاط دوت كده يا محمود. ان شاء الله قناتك بجد هتكبر مع اولادك اللي دمهم زي العسل زي الشربات، السكر اللي يخشوا القلب. بجد اعمل محتوى كتير كده وفيديوهات كتيرة ونزلها على قناتك، وقناتك ان شاء الله هتبقى في حتة تانية خالص. بصوا شايفين البهدله اللي انجي عملتها في وش ايناس؟ يعني ما اقولكوش، ما خلت وشها شوارع زي ما بيقولوا، مفيش حته ينفع يتركن فيها. فبجد الاولاد دمهم خفيف وزي العسل. طبعا محمود كان منزل على الانستجرام استفتاء كده، هوت مش استفتاء يعني، كان منزل ستوري كده وبيقول اي حد عنده يعني صفحة او بيدج او حاجة لسه صغيرة وعايزنا اللي احنا ندعمها له من غير اي مقابل يبعت لي وانا هنزل له هعمل له اعلان من غير اي مقابل، يعني دوت منهم للمتابعين بتوعهم. طبعا دي كانت فكرة حلوة قوي قوي لمحمود ان هو يعمل حاجة زي كده، وان يجذب طبعا المتابعين عنده اكتر على القناة بتاعته على الانستجرام عشان الانستجرام برضو بتاعه يكبر. فعايزة اقول لكم اما الانستجرام بتاعه هيكبر هتلاقوا الصفحات اللي هي الكبيرة او البراندات الكبيرة هتبقى عايزة تعمل اعلان مع محمود بقى بفلوس. فهو دوت كده برضو محمود كده كسبان. فاول حاجة طبعا بيشد القنوات الصغيرة ان هو او الصفحات الصغيرة او البراندات الصغيرة يعمل لها اعلان من غير فلوس. بعد كده اما الصفحة بتكبر ان شاء الله ربنا يكرمه ويرزقه برزق عياله. طبعا دول ما شاء الله عارفين محمود عدد يعني عيلته كبير ما شاء الله، ربنا يبارك له فيهم ويرزقه يا رب بيرزقهم. فان شاء الله بعد كده هنلاقوا محمود وسحر جاي لهم اعلانات، وهيشتغلوا برضو كده زي عملة آلاء ونهال في حتة الاعلانات برضو، فربنا يرزقهم. طبعا دوت كانت اللي محمود كان منزله على الانستجرام. نخش بقى على مين؟ على ابو علي حسن. هو ونهال كانوا منزلين، تتوقعوا مسافرين فين؟ طبعا هو كان في التحدي بتاع حوارات، ما كانش مشترك معاهم، كان في الاول بس كده قسم لهم الفريق وقعد معاهم شويه وبعد كده سابهم ومشى. قال لهم عشان خاطر انا عندي طياره. طبعا الناس هتتجنن، حسن راح فين؟ حسن راح فين؟ عايزه اقول لكم حسن في الامارات، لان حسن سافر لوحده وما اخدش نهال معاه. نهال منزله ستوريات صحابها عندها وقاعدين معاها وبيعملوا بقى حفله مشاوي كده، كانت منزله برجر وكفته وكانوا جايبين لها محشي، وهي عامله لهم سهره بقى جايبه لهم حاجات حلوه وحاجه ساقعه. فشكل حسن كده مسافر، بدليل كمان فاكرين الفيديو اللي نزل عند مامتها وقالت حسن مسافر. فشكله كده حسن سافر الامارات. طبعا اللي بيستغرب حسن سافر الامارات ليه يا جماعه؟ لو تفتكروا من زمان اللي هم ليهم بيزنس وليهم شغل هناك في الامارات، كان حتى محمد وزياد ويحيى كانوا بيسافروا وكانوا بيقولوا حسن ما يعرفش يسافر عشان لسه ما خلصت الجيش بتاعه. طبعا دلوقتي هو خلاص خلص، اكيد بقى في عقودة عايزه تتمضى، اكيد بقى في حاجه عايز يتابعها هو بقى بنفسه. خلاص هو دلوقتي بقى بيسافر، فعشان كده حسن سافر. بس ما توقعش الناس اللي بتتوقع تقول اللي هو راح يعمل الاقامه هناك هو كمان ويظبط الدنيا عشان يرجع ياخد نهال. ما اعتقدش ان نهال تقدر
تعيش إقامة كاملة هناك في الإمارات. نهال مرتبطة جدا جدا بأهلها وخصوصا باباها. فما تقدرش تبعد عنهم يعني فترات طويلة، لا يعني هي حتى لو راحوا الإمارات ولا حاجة هيروحوا زيارة زي ما راحوا تركيا كده، هو يتفسحوا يقعدوا لهم كام يوم ويرجعوا تاني مصر. يعني أنا حاسة اللي حصل لا يعني هيبقى في الفترة ديت عامة، يعني هيبقى مستقر في مصر، حتى لو ليه شغل بره هيسافر يخلص ويرجع تاني. يعني دوت من وجهة نظري انا، اللي هي المرتبطة قوي باهلها ما ينفعش ان هي حتى تعدي كام يوم غير ما بنشوفوا ان اهلها عندها او هي عند اهلها. فمش بالسهل ان هي تمشي وتسيب مصر وتقعد في حتة تانية بعيدة عن اهلها. ربنا يختار لهم الخير ويختار لهم الاصلح ان شاء الله. نخش بقى كده عند اولاد ام زياد، اللي ربنا يخليهم لبعض ويفضلوا كده سند لبعض وحنينين على بعض، ويديم محبتهم كده في قلب بعض على طول، ومفيش حاجه فعلا تغير عليهم بجد والله. يفضلوا كده اخوات مترابطين متكاتفين مع بعضهم. اللي ما يعرفش كانوا هما منزلين فيديو بيعملوا شوبينج كده اهوت وبيتسوقوا اكل بقى وحاجات وكده. كانوا منزلينه على قناتهم التانية اللي هي عائله ام زياد. اللي ما يعرفش هم عندهم قناتين، يوميات ام زياد الكبيره اللي هي اللي معروفه، والتانية يا عائله ام زياد. كان زياد حتى بيقول القناه ديت كانوا قبل كده مشغلينها جيمنج، بس بقى لهم فتره ما بينزلوش عليها جيمنج ولا اي حاجه، فراحوا جايين بقى حبوا يشغلوها ونزلوا عليها الفيديو الخفيف اللطيف الظريف دوت. كان زياد اخد نيره ورماس كده وعامل لهم شوبينج. عايزه اقول لكم رماس متعلقه بزياد قوي، لان زياد حنين عليها، بيجيب لها كل اللي هي عايزاه، بيحبها، تحس اللي هي ايه، بتدلع كده عليه، يشيلها قاعده في العربيه. ربنا يخليك ليهم يا زياد ويبارك في عمرك يا رب. طبعا هم جابوا حبة حاجات كده مأكولات، يعني أكل من السوبر ماركت. أنا بس كنت في حاجة عايزة أعلق عليها، كانت نيرة بتتكلم على الطرحة دي، بتقول لكم إيه رأيي في الطرحة اللي هي الجيل دي الجديدة. اللفة ديت حلوة قوي قوي عليكي يا نيرة، أنت في كل حالاتك ما شاء الله عليكي حلوة وأمورة. بس في ناس بقى كانت عمالة تقول بصوا قورة نيرة الجبين بتاعها وارم ازاي، دي مضروبة، دي مش عارفة ايه. يا جماعة ولا مضروبة ولا حاجة، في ناس يا جماعة الجبين بتاعها بيبقى كده عالي، بتبقى قورتها من فوق عالية. كمان نيرة خصوصا وشها صغنطط كده ورفيع. وهي كانت بتنزل الطرحه اللي هي الشيفون اللي كانت بتلبسها والبندانه كانت بتنزلها قوي قوي على قورتها. فما جت دلوقتي رفعتها لفوق شويه، انتوا متهيأ لكم ان قورتها ورمه. هي في ناس طبيعه وشها كده او طبيعه جبينها كده، هي ولا مضروبه ولا فيها اي حاجه، هي بس لا غيرت لفه الطرحه. فانتوا الستايل بتاعها او ممكن يعني وشها لسه ايه، الشكل كده جديد عليكم مش متعودين عليه. انتوا كنتوا متعودين ان النيره كانت على طول بتبقى منزله الطرحه قوي قوي على وشها. ربنا يصلح لها حالها يا رب، ونفرحوا بيها كده ان شاء الله في احلى كليه وبعد كده احلى عروسه. بجد النيره غلبانه وطيبه وتستاهل كل خير، هي واخواتها، وكفايه اللي هي شايله مسؤوليه بجد اخواتها. فربنا يجعله في ميزان حسناتها طبعا، ويكرمها ان شاء الله في حياتها الجايه ترتاح وتبقى احسن واحسن واحسن. طبعا روحت عملت لهم بقى مكرونه وبانيه، الاكل اللي هم بيحبوها. بس برضو استغربت ان الحاج والحاجه مش موجودين معاهم، مش قاعدين معاهم مثلا بياكلوا ولا طلعوا معاهم في الفيديو ولا اي حاجه. مش عارفه، ممكن تكون نيره عملت الاكل متاخر، وانتوا عارفين الحاج والحاجه ما بياكلوش متاخر كده، او طبعا بيناموا بدري. انتوا عارفين الناس الكبيره برضو بتبقى تعبانه، ليها علاج بتاخده، تصلي يا دوبك العشاء وتخش تنام. ربنا يبارك فيهم يا رب ويديهم الصحه والعافيه ويخليهم لاولادهم ولاحفادهم يا رب. بس كانت اللمه حلوه قوي كده مع نيره وزياد ويوسف ورميس، كانت اللمه حلوه، والتجمع بتاعهم بجد جميل. اللي مختفي بقى دكتور يحيى، كل دوت مخلصي امتحانات يا جماعه، طمنونا عليه خير. احنا قلنا ده خلاص قرب يخلص، مش ظاهر خالص خالص خالص، ولا على القناه بتاعته ولا معاهم في الفيديوهات ولا اي حاجه. فيا رب يطلع كده عن قريب ويطمنا عليه. بس هو اكيد لسه ما خلصش امتحانات، يعني عشان هما كانوا قايلين كمان لما يحيى يخلص امتحانات هيطلعوا مصيف، وهما طبعا لسه ما طلعوش مصيف ولا يحيى خلص امتحانات ولا حتى نزل فيديو. بقاله كتير قوي قوي ما نزلش فيديو على القناة بتاعته. اللي هو البرامج اللي كان بيعملها دي بصراحة كانت جميلة قوي. ربنا يوفقك ان شاء الله يا دكتور يحيى،
وحاسه ان اولادهم بالذات يعني اخدينه كده قدوه ليهم، اللي هم عايزين يبقوا دكاتره، يبقوا مهندسين، يبقوا حاجه برضو مرموقه كده هوت، وكليه كويسه شبه يحيى. حلو قوي انه يحيى موجود معاهم ويدعمهم طبعا دايما في المذاكره والاجتهاد، ان هم يخشوا كليات حلوه عشان ينفعوا نفسهم بعد كده. طبعا احنا بنختار لهم، بنتمنى لهم الخير. طبعا نخش بقى على مين على مين على مين، على عيد ميلاد هنونة اخت نهولة. طبعا كان عيد ميلاد هنا، كانوا هما برضو منزلين، كان باباها ومامتها بيحتفلوا بقى بعيد ميلادها، وراحوا اخدوا نهال من البيت. ونهال برضو طبعا احنا عارفين حسن نهال مسافر، فهي قالت ايه، حسن نايم ومش عايز يقوم عشان عنده شغل بدري، عشان عنده لا، عشان عنده طيارة بدري، فمش عارفين فعلا كان سافر ولا كان لسه ما سافرش، بس هو لو معقولة مش هيحضر معاهم عيد ميلاد هنا، فانا حاسة اللي هو كان مسافر، لان مش معقوله هيسيب نهال تنزل تحتفل بعيد ميلاد هنا مع باباها ومامتها لوحديها. بس المهم اللي هو ما كانش موجود معاهم، يعني بقى ايه في عيد الميلاد. بس بصراحه الناس ديت بجد محترمه وجميله، وباباها دوت زي السكر، كانوا عاملين تيك توك كده هوت مع بعضيهم، ومنزلين كده قصص كده على الانستجرام، بجد جميله، طيب كده وحنين، وتحس اللي هو هادي كده وعاقل، ما شاء الله، ربنا يبارك فيه يا رب ويحفظه ويحميه. طبعا راحوا بقى المطعم بتاعهم اللي هم على طول متعودين يحتفلوا فيه يعني، او يتعشوا فيه او كده. طبعا عشان خاطر مين، هنا ما شاء الله عليها قمة الأدب وقمة الأخلاق وقمة التربية، وصوتها واطي جدا بجد في الفيديوهات، بحيث ان هي ما بتتكلمش كلمتين على بعضيهم، بحيث ان هي مكسوفة، كلامها كده هادي، خجولة، هي بطبيعتها شكلها بتتكسف كده وخجولة، صوتها واطي كده وما بتتكلمش كتير. مش عارفين بقى بكره وبعد ما تكبر بقى هتبقى ايه، عشان خاطر هي دلوقتي لسه صغيره، ممكن تتعلم بقى من اختها نهال، وما يبقاش عندها رهبه الكاميرا بقى كده، وتتكلم زي ما نهال، زي ما انتم شايفين كانت هي اللي قايمه ما شاء الله بالفيديو، كانت هي اللي بتتكلم، وكانت عملت العيد الميلاد وبتغني وفردت لهنا كده شعرها، ما شاء الله، اللهم بارك، الله اكبر. شعر هنا جميل جميل قوي قوي، ولونه تحفه 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 بجد، هي ما شاء الله البنت ربنا يبارك فيها يا رب ويحفظها ويحميها. بس احنا بنقول لك لا، ما تفرديش شعرك كتير يا هنا، بجد، عشان يعني بجد ما حدش يبص فيه، فكويس اللي هي على طول بتلمه، يعني ما شاء الله اللهم بارك، لا يعني تفرده بس كده في المناسبات، وهي خارجه رايحه فرح بس كده، بس في الطبيعي لا، خليها تلمه، عشان يعني ايه، ما حدش يديها عين فيه زي ما بيقولوا، هم طبعا كمان بيخافوا من الحسد. ربنا يبارك فيها يا رب ويحميها ويحفظها. طبعا هنا عندها 11 سنة، كانت مامتها جايبه لها التورته وجايبه لها الشمع كده هوت رقم واحد وواحد، يعني 11 سنة. طبعا قالت لهم انتوا عرفتوا هنا عندها كام سنة. وعيد الميلاد بجد كان جميل قوي وتحفة بقى، وهم قاعدين كانوا فرحانين من قلبهم بقى كده. ولا الشو بقى اللي نهال عملته بتاع الملوخية، اخدت الطاستين كده من الراجل وحبت تعمل الشو بتاع الملوخية، كانت عايزة تجربه، وصبت لهم كده في البرامات زي ما انتم شايفين. بجد بحس لما بتبقى نهال معاهم بتعمل لهم روح مرحة كده وحس الدعابة بقى كده، انتوا عارفين ان هي ما شاء الله عليها جريئة كده، وبتتكلم وبتحب تهزر وبتحب تضحك، فدي احلى حاجة بجد في نهال. يعني انا حاسه ان نهال طالعه شبه مامتها، برضو مامتها بتتكلم كده وجريئه. هنا حاساها اللي هي طالعه شبه الحاج سيد، هاديه كده وكيوت وصوتها واطي وبتتكلمش كتير. فسبحان الله، كل واحد ليه كاريزما خاصه كده هوت، وبتبقى حلوه فيه وعلى طبعه وعلى شخصيته. وحلو اللي يبقى في العيله فيه حد كده وحد كده، يعني حد كده وحد كده، عشان يعدلوا ايه، يظبطوا المعادله، بيقولوا في العيله لما يبقى في لمه زي كده اهوت، يبقى في حد ايه، فرفوش ونعنوش كده، يفرفش لهم القعده، ويعمل لهم جو كده وشو جميل قوي قوي قوي. حلو قوي. وعجبني قوي الحاج سيد لما كانت نهال بتقول لعمر تاكل ايه يا عمر، فعمر قعد يطلب بقى هو عايز ايه، راح جاي الحاج سيد قال لها لا، اللي تطلب النهارده هنا، هنا هي ايه العروسه بقى، او صاحبه الليله او صاحبه العزومه، هي صاحبة عيد الميلاد النهاردة، فهي هنا هي اللي تطلب وتقول هي عايزة تاكل ايه.
وطبعا اتمرجحوا، واصحاب القريه المطعم اللي هم فيه عملوا برضو معاهم شو حلو قوي في عيد الميلاد، وحضروا معاهم عيد الميلاد. واحلى حاجه ان نهال برضو هي ومامتها كده عايشين سنهم واتمرجحوا زي ما انتم شايفين كده اهوت. هي القريه ديت جميله كده، فيها مراجيح بقى ولعب كده للاطفال. يعني كانت القعده بصراحه لذيذه. طبعا كلنا نقوله لهنا كل سنه وانتي طيبه يا هنونه يا اموره، وعقبال 100 سنه سعاده وهنا على اسمك ان شاء الله. ربنا يختار لك اللي فيه الخير ان شاء الله. بجد كانت جميله، وهي العيله دي اساسا مرحه كده، وتحسوا كده واحنا داخلين الفيديو بتاعهم، حاسين ان احنا هنبقوا مبسوطين كده وفرحانين من حضورهم ومن فيديوهاتهم الجميله بجد. المرحه الحلوه. بياخدونا معاهم كده ايه، فسحه زي ما بيقولوا. يعني لما بيبقوا هم رايحين يحتفلوا او رايحين يعملوا حاجه، تحس ان هم بياخدوا المتابعين معاهم في الرحلة بتاعتهم أو في الخروجة بتاعتهم. بيخلونا احنا كمان فرحانين لفرحهم. كل سنة وانتي طيبة يا هنا، وربنا يرزق نهال كده ان شاء الله بالذرية الصالحة يا رب. وطبعا اكيد هنعرف بعد كده حسن كان فين، هينزل لنا يعني يا خبر بفلوس بكرة يبقى ببلاش. هنعرف بعد كده حسن كان مسافر فين. طبعا ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش طبعا اختكم باحلى دعوه كده بصلاح الحال ليا وليكم يا رب. وتدعموني بقى كتير يا جماعه، يعني عايزه قناتي كده تكبر باحلى اخوات واحلى متابعين. ولو وصلتش لغايه هنا حطش اللايك الجميل واي كومنت حلو كده اهوت منك. ولو مش مشتركه اشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان خاطر يوصل لكم كل فيديو جديد انا بنزله لكم. وبشكركم تاني، وربنا يفرحكم لاي حد دخل كتب لي كومنت حلو او اشترك في قناتي. هتوحشوني واستنوني في فيديو جديد. مع السلامه.